السلام عليكم، ازيكم يا تانية اعدادي؟ عاملين ايه؟ بصوا كده معايا الاسئلتين المهمين دول. هنا بيقول لي انا عايزه احل المتباينه دي وعايزه امثلها بيانيا. لو خدت بالي بيقول لي اكس زائد 3 على 2 اكبر من اكس زائد 1 اكبر من 3 اكس ناقص 4 على 6. طيب اولا كده انا محتاجه اخلص من مين؟ من المقام. هنا 2 وهنا 6. علشان اخلص من المقام محتاجه اضرب في حاجه ينفع او تقبل عليهم هما الاتنين. الستة، صح ولا ايه؟ لو ضربت في 6 الاتنين تنفع على الستة، ولو ضربت هنا في 6 6 على 6 تروح مع بعض. حلو قوي، يبقى اضرب في مين؟ اهو هضرب ضرب في 6. بص معايا كده، لما اضرب في 6 6 دي كلها جوه مالكش دعوه بيها اصلا. 6 في اكس زائد 3 اهي على مين؟ على الاتنين، ما عامله لك خطوه خطوه. اكبر من دي سيبها زي ما هي بس اضربها في 6 بره. اكس زائد 1 اكبر من 6 اهي 3 اكس ناقص 4 على مين؟ على 6. بص معايا، 6 على الاتنين فيها التلاتة. 3 مين؟ اكس زائد 3 اكبر من، فك القوس يلا بينا. 6 في اكس 6 اكس، 6 في 1 6 اكبر من 6 على 6 راحت، يتبقى معايا مين؟ 3 اكس ناقص 4. طب وبعدين يا مس؟ والله خلي بالي برضو، انت اول حاجه بس تضرب القوس ده عشان افكه. 3 اكس زائد 3 في اكس 3 اكس، 3 في 3 9 اكبر من 6 اكس زائد 6 اكبر من 3 اكس ناقص 4. هنا عندي 3 اكس، هنا عندي 6 اكس، هنا عندي 3 اكس. طيب اعتقد واضحه ان انا اضرب او اضيف -3 لكلا الاطراف، عشان لو ضفت هنا -3 -3 وانا عندي -3 يروحوا مع بعض. نفس الكلام هنا، انا عندي -3 وموجب 3 يروحوا مع بعض. يلا بينا، يبقى اضافه -3 اهي. -3 موجب 3 اكس زائد 9. هنا هضيف لها برضو -3 اهي. -3 اكس، خلي بالك يعني انا بضيف -3 اكس. -3 اكس زائد 6 اكبر من -3 اهي. -3 اكس ناقص 4. انا عملت ايه؟ انا ضفت -3 لكل الاطراف، هنا وهنا وهنا. تقوم -3 دي تطير -3 دي، يتبقى من هنا مين؟ التسعة بس يا مس. طيب جمع هنا. هنا عندك 6 اكس ناقص 3 اكس، 6 ناقص 3 3 اكس. هنا عندي -6 منساهاش، اكبر من الموجب 3 اكس تطير -3 اكس، يتبقى معايا مين؟ -4. طيب اعتقد واضح معايا ان انا عندي هنا 6 محتاجه ان انا اطلعها الناحيتين. الستة هنا بالموجب اوديها هنا بالسالب وهنا بالسالب. هنا عندي 9 تروح لها -6، سيب 3 اكس مكانها زي ما هي. وهنا عندي -4 تروح لها -6. نجمع -4 وسالب 6 -10. طيب 9 ناقص 6 3. وبعدين يا مس انا عندي هنا 3 اكس، لو قسمت هنا على 3 وهنا على 3 وهنا على 3 يلا. هنا على 3 هنا على 3 هنا على 3. 3 على 3 فيها الواحد اكبر من 3 اكس اهي. دي 3 اكس على 3، 3 مع 3 فيها الواحد، يتبقى مع مين؟ اكس اكبر من -10 على 3، سيبها زي ما هي اللي هي -9 وشويه. طيب فين مجموعة الحل يا مس؟ انا عايزة، طالما عندي بحل معادلة او قصدي متباينة، فانا مجموعة الحل عندي بتبقى على صورة فترة. طيب هتبقى اقول له كده اكس تنتمي للفترة. انا عندي 1 وسالب 10 على 3. اولا بكتب الصغير هنا الاول، وبعد كده اكتب الواحد. طيب هل الاتنين مفتوحين ولا مغلقين ولا ايه؟ والله لو في يساوي تبقى مقفولة، لو ما فيش يساوي يبقى الاتنين مفتوحين. هنا ما فيش يساوي مفتوح، هنا ما فيش يساوي برضو مفتوح. طب عشان امثلها بيانيا، فين -10 اهي؟ -10 على 3 اهي. طب فين الواحد؟ اهو. علشان امثل اولا كده الواحد ده مفتوح عشان ما عندوش يساوي، -10 على 3 برضو مفتوح عشان ما عندهاش يساوي. بس خلاص اوصل بقى ده بده، كل اللي جوه هو اللي معايا. صعب الكلام؟ اعتقد سهله جدا. طيب بص كده معايا المساله اللي بعدها. المساله اللي بعدها برضو مساله مهمه. بص كده بيقول لي 2 اكس زائد 12 اقل من 4 في 5 زائد اكس اقل من 3 اكس زائد 23. طيب اولا كده لو خدت بالي، لو ضربت الاربعة هنا وهنا هتبقى 20 زائد كام؟ زائد 4 اكس. هتبقى هنا عندي 2 اكس وهنا 4 اكس وهنا 3 اكس، مش هعرف اتصرف. لو خدت بالك فوق كان عندك هنا كام؟ 3 اكس وهنا 3 اكس، فقدرت ان انا اضيف -3 اكس عشان اخلص منها.
لكن هيبقى هنا عندي 2x و4x و3x، مش هقدر اتعامل. فاسهل حاجة او اسهل طريقة احل بيها المسألة دي يا شباب ايه هي؟ ان انا اقسم المتباينة لاتنين. ازاي؟ اشتغل في دي مرة واشتغل في دي مرة. يبقى انا هقسم المتباينة كام؟ مرتين. يلا، 2x زائد 12 اقل من 4 في 5 ب20 زائد 4 في x 4x. خدناها الناحية، وهرجع اخد دول مع بعض على فكرة في مرة. نكمل دي الاول. يلا، انا عندي هنا 2x وعندي هنا 4x. ايه رأيك ال 2x تروح الناحية التانية بعكس الاشارة؟ هجمع، هتبقى 4x اهي، هيجي لها 2x الناحية التانية بعكس الاشارة. وانا عندي، خلي بالك برضو، انا عندي هنا 20، هنا 12 في بيتها محدش لمسها اهي. انا عندي هنا 20 تروح الناحية التانية بعكس الاشارة، صح ولا ايه؟ احنا كده غلطنا اهي. 12 ناقص 20، تمام. ال 12 زي ما هي، ال 20 راحت الناحية التانية عكس الاشارة. طيب نجمع بقى. 4x ناقص 2x 2x اكبر من 12 ناقص 20 سالب كام؟ سالب 8. طيب وبعدين انا عندي هنا 2، صح ولا ايه؟ اقسم عليه على الاتنين على الاتنين. اوعى حد يقول لي اقلب المتباينه. المتباينه اقلب علامتها امتى؟ لو هقسم على سالب او هضرب في سالب. انا هنا قسمت على موجب عادي جدا. طيب سالب 8 على الاتنين سالب 4 اكبر من 2 على الاتنين فالواحد. بقى معايا مين؟ الاكس، ودي 1. طيب تعالى نعمل الناحيه التانية زي ما عملنا دي. يلا بينا. احنا ضربنا هنا 4 في 5 ب20 زائد 4 في x 4x اقل من 3x زائد 32. يلا، انا شايفه هنا 4x يا مس، ممكن اوديلها 3x الناحيه التانية بعكس الاشاره. ماشي، 4x اهي، هوديلها 3x بعكس الاشاره. انا شايفه ان هنا عندي 23، ممكن اوديلها 20 الناحيه التانية بعكس الاشاره اهي. يبقى انا عملت ايه؟ سبت ال4x في بيتها وديت لها 3x الناحيه التانية بعكس الاشاره. سبت ال 23 في بيتها وديت لها ال 20 بس الناحيه التانية بعكس الاشاره. اجمع بقى. 4x ناقص 3x x اقل من 23 ناقص 20 3. ودي التانية اهي. لو خدت بالك انا عندي هنا اكس وهنا اكس، اقدر اجمع المتباينتين مع بعض؟ اقدر. ازاي؟ ثبت اكس اهي، مش هنا اكس اقل من 3 صح ولا ايه؟ وهنا اكس اكبر من كام؟ من سالب 4. بس كده. طيب مجموعة الحل عندي والله يا مس اكس تنتمي لي الفترة سالب 4 صغيرة اكتبها الأول، والتلاتة مين مفتوح ومين مقفول؟ والله يا مس الاتنين مفتوحين عشان ما عنديش يساوي. طب عايزة امثلها بيانيا، هنا اهي السالب 4 وهنا اهي التلاتة، الاتنين مفتوحين، اعمل دايرة مفتوحة ووصل ببعض، وكده هي دي مجموعة الحل. صعبة؟ اتمنى تكون سهلة وفهمتوها. مع السلامة.